ليه الطبيب بيطلب تحليل بوتاسيوم دايما مع تحليل السكر؟ وهل في علاقة بين السكر والأنسولين والبوتاسيوم؟ في علاقة قوية جدا بيتخاف منها في مرضى السكر أو الناس اللي بتتعالج بإنسولين من مشكلة البوتاسيوم. دايما الطبيب بيطلب تحليل البوتاسيوم مع تحليل السكر لنا في المعمل علشان حاجتين مهمين جدا، الهايبركاليميا والهايبوكاليميا. بيتخاف من زيادة البوتاسيوم أو نقص البوتاسيوم. طب إيه علاقة السكر أو الأنسولين بالبوتاسيوم؟ الجسم وهو بيشتغل بشكل طبيعي علشان يدخل السكر للخلايا عشان يقدر يستهلكها عشان ينتج الطاقة أثناء ارتفاع نسبة السكر، بيقوم محفز خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس علشان تفرز هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين وهو بيدخل السكر للخلايا الجسم علشان تستهلكها كطاقة، بيدخل معاها البوتاسيوم داخل الخلايا، ومعروف إن البوتاسيوم بيكون موجود داخل الخلايا بكمية أكبر من خارج الخلايا. فالأنسولين بيزداد مع زيادة السكر، يدخل السكر الخلية ويدخل معاها البوتاسيوم كمان. فإيه اللي يحصل؟ لما يدخل البوتاسيوم داخل الخلايا هينخفض في الدم، فيحصل هايبوكاليميا، انخفاض لمستوى البوتاسيوم. بس الإنسان الطبيعي بيكون في توازن، فكميه السكر اللي بيدخل معاه كميه بسيطه من البوتاسيوم، وبالتالي بنحافظ على القدر. المشكله بقى الكبرى الشخص اللي بيكون عنده دايابيتس تايب 2، عنده مرض السكر من النوع الثاني، بيكون عنده انخفاض في نسبه الانسولين او قد تكون مش متواجده تماما. طب المشكله هيحصل فينا ايه دلوقتي لو حصل انخفاض للانسولين؟ احنا قلنا الانسولين هو اللي بيدخل السكر للخليه، واثناء ما هو بيدخل السكر للخليه بيدخل البوتاسيوم معاه، فبيعمل انخفاض او بيحافظ على كميه البوتاسيوم اللي بره الخلايا. لما يحصل في مرضى السكر ان يكون ما عندوش انسولين، البوتاسيوم هيتراكم في الدم مش هيدخل للخلايا ابدا، فيحصل هايبركاليميا. فلذلك الطبيب بيطلب التحليل البوتاسيوم دايما مع مرضى السكر. طيب انا مريض سكر وبتعالج بالانسولين، احنا قلنا الانسولين بيدخل السكر وبيدخل البوتاسيوم كمان الخليه. طب مريض السكر اللي بيتعالج بالانسولين عنده مشكله ان هو ممكن ياخد كميات انسولين باستمرار طول الوقت، فبيرتفع كميه الانسولين اللي داخل، فده بيؤدي الى ان هو بيدخل كميه بوتاسيوم كبيره جدا للخلايا مع العلاج، فبيعمل هايبوكاليميا. دول المشكلتين اللي لهم علاقه السكر والانسولين بالبوتاسيوم، اما هايبركاليميا اما هايبوكاليميا. نستخدم احيانا الانسولين كعلاج لان هو يخفض البوتاسيوم في حالات الهايبركاليميا او في حالات زياده البوتاسيوم، وده نوع من انواع العلاج المستخدم في الفتره الحاليه. ده علاقه الانسولين بالبوتاسيوم. يا رب تكون فهمت. سلام.